تعالوا بقى النهاردة نعمل أسرع وأسهل تتبيلة للبانيه، والنتيجة بتاعتها تحفة. وكمان الكفر بتاعه هيبقى ثابت جدا معاكي، من بره هيبقى مقرمش وجميل، ومن جوه كمان طري وتحفة. تعالي بقى نشوف عملناه ازاي، وايه التتبيلة اللي موجودة في مطبخنا كلنا اللي هنتبل بيها أسهل وأطعم تتبيلة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لو انت اول مرة تشوفيني اشتركي لي في القناة، وما تنسيش كمان تفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد، وكومنت حلو منك تشجعيني. وبعد ما تتفرجي على الفيديو حط لايك جميل عشان ان شاء الله هتطلعي منه مستفاد. عندنا البانيه غسلناه بملح وبالليمون، وغسلناه حلو قوي وسيبناه يتصفى. وبعد ما اتصفى في المصفى نزلنا عليه بنص معلقة من الفلفل الأسمر، نص معلقة من بهارات الفراخ، دي اختياري، ممكن تحطيها وبرضو ممكن لا. معانا نص معلقة من الثوم البودر، ونص معلقة من كم من بصل البودر. يبقى فلفل اسمر، بهارات فراخ، ثوم بودر، بصل بودر، ده كله نص معلقة صغيرة اللي هي معلقة الشاي. وكمان عندي ليمونة هبتدي ان انا اعصرها عليه. تمام كده، لحد كده تمام، لحد كده تمام. توابل موجودة عندك في المطبخ، تقدري كمان بفلفل اسمر وبالليمونه تقدري اللي انت تتبلين، لكن انا حبيت احط الحاجات دي زياده للطعم. ايه بقى اللي يمنع معايا الزفاره نهائيا؟ سر خطير: ربع معلقه من الجنزبيل، ربع معلقه شاي من الجنزبيل. انسي اي زفاره للفراخ، بانيه مفيش زفاره خالص. يبقى انا منحت كل حاجه ببهارات طبيعيه جدا. وتبتدي بقى تقلبي البانيه بتاعك في قلب التتبيله، تخليها تتغلغل فيه بالشكل الجميل ده. هنحطها ساعة ولا ساعتين في التلاجة، ممكن تبيتيها وممكن تحطيها ساعة ولا اتنين، وممكن في نفس الوقت تعمليها. كل المراحل دي هتديكي طعم واحد بس. عندي بيضتين حطيت عليهم شوية فلفل أسمر وضربتهم حلو ونزلتهم على البانيه. هو انت مش بتحطي البيض لوحده وتحطي البقسماط لوحده وتحطي دي، لا 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 لا، دي كلها كده 3 في 1. كل حاجة بتحطيها على بعضها وهتشوفي النتيجة اللي انت شفتيها في اول الفيديو او اللي لسه هتشوفيها، اللي هي الصورة المصغرة. كفر ثابت جدا جدا. طب انت ما حطيتيش ملح ولا حطيت ذرة ملح لحد دلوقتي، ليه بقى؟ علشان انا بجيب الفيجيتار جاهز من عند العطار سايب، فيجيتار سايب، هو متبهر وعليه ملح وكل حاجة. وفي نفس الوقت الليمونة اللي انا حطيتها على البانيه بتملح البانيه. شفتوا ازاي بقى سهل وبسيط، وكل حاجة في ايدينا نتحكم فيها. هبتدي انزل بقى بالبانيه بتاعي كده في قلب الفيجيتار، متوفر عند كل العلافين والعطارين، في حار وفي بارد، والنتيجة بيطلعها تحفة جدا. اما لو عندك بقسماط تقدري ان انت تحطي كوباية بقسماط، عليها ربع كوباية دقيق، عليها ربع كوباية نشا، عليها ملح وفلفل اسمر ونفس البهارات اللي انت حطيتيها على البانيه تحطيها على البقسماط ده لو انت هتعملي البقسماط بس، وتحطي عليهم نص معلقة ملح، برضو معلقة شاي صغير، نص معلقة ملح. لو انت ما عندكيش او مش متوفر عندك الفيجيتار السايب، تقدري اللي انت تحولي البقسماط لفيجيتار تحفة جدا بنفس الطريقة اللي انا قلتلك عليها. كل حاجة هسيبها لكم في صندوق الوصف، هكتب لكم المقادير وهكتب لكم التوابل وهكتب لكم الخطوات وكل حاجة في صندوق الوصف. يا ريت تخشي كده تاخدي لمحة عن صندوق الوصف، وما تنسيش اللي انت تشتركي لي في القناة، لان كل جديد باذن الله هنزلهولك. بعد ما ابتديت اللي انا بدرت البانيه بتاعي كله كده في الفيجيتار، كنت حاطه الزيت على النار بيسخن. الزيت بتاعي سخن، انزل عليه البانيه. شايفين بسم الله ما شاء الله، انا عملته كله. وبعد ما عملته قسمت كمية، حطيتها في طبق فويل وغلفتها بكيس بلاستيك، وحطيتها في الفريزر. في اي وقت بقى مستعجلة اي حاجة، اي حد طب عليا اطلع الكيس ده،
حاولي ان انت تعملي كده، لو اي حد جالك في اي وقت يبقى بيتك ان شاء الله عمران بالخير. بدل ما اجيب كيلو اجيب كيلو ونص، اعمل نص واشيل نص للظروف او للزنقات. شايفين؟ وكمان ايه، الزيت بتاعي نظيف، الزيت من اول آلية، من اول واحدة لاخر واحدة هيطلع معاكي نظيف زي الفل كأنك لسه حطاه. شايفة الكفر عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، ولا بيقع ولا بيتفرول ولا اي حاجة، من بره مقرمش، من جوه طري وزي العسل. وان شاء الله باذن الله تستمتعوا بالفيديو وتحطوا اللايك بالاستفادة ان شاء الله. ويا رب تكوني استفدتي مني ولو معلومة صغيرة خالص. وانتظروني ان شاء الله في وصفة جديدة وفيديو جديد، ومع السلامة.